تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور بعض الجنود الذين استشهدوا إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية يوم أمس بسبب خلل تقني خلال مهمة مبرمجة بالقرب من رجان بالقطاع العملياتي لأضرار بالناحية العسكرية الثالثة، ليبرز بذلك الجزائريون مدى تضامنهم مع هذه الحادثة الأليمة. فرحم الله شهداء الواجب الوطني، إنا لله وإنا إليه راجعون. وللحديث عن الموضوع يلتحق بنا مراسل تلفزيون النهار بولاية قسنطينة زميل عبد الجليل حنديس. مساءك سعيد عبد الجليل. ومساءك أسعد زميلي بسة. إذن من بين الشهداء الذين سقطوا واستشهدوا أمس إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية، هناك شهيد من ولاية قسنطينة ربما. كيف هي الأجواء في قسنطينة؟ نعم زميلي بسة، بعد ترحم على الشهداء الأبرار اللي راحوا البارح في إثر سقوط الطائرة المروحية في رجان. نعم هناك شهيد من مدينة قسنطينة، هو الملازم الأول في الجيش الشعبي الوطني، توفيق فريفط، صاحب 28 سنة. هو من ضمن الشهداء الذين توفيوا البارحة. نعم، شكرا. نعم، فيما يخص الاجواء زميلي بسا، جو من الحزن نعم. والاسى لدى عائله فريفط بمنطقه الخروب بقسنطينه، ونحن بدورنا تنقلنا الى العائله، وستكون لكم صورا حيه ان شاء الله في موعدنا اخباريه لاحقه. هو جو من الحزن والاسى في العائله، خاصه وانه الشهيد توفيق فريفط هو. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور بعض الجنود الذين استشهدوا إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية يوم أمس بسبب خلل تقني خلال مهمة مبرمجة بالقرب من رجان بالقطاع العملياتي لأضرار بالناحية العسكرية الثالثة، ليبرز بذلك الجزائريون مدى تضامنهم مع هذه الحادثة الأليمة. فرحم الله شهداء الواجب الوطني، إنا لله وإنا إليه راجعون. وللحديث عن الموضوع يلتحق بنا مراسل تلفزيون النهار بولاية قسنطينة زميل عبد الجليل حنديس. مساءك سعيد عبد الجليل. ومساءك أسعد زميلي بسة. إذن من بين الشهداء الذين سقطوا واستشهدوا أمس إثر تحطم طائرة مروحية عسكرية، هناك شهيد من ولاية قسنطينة. توفيق فريفط، صاحب 28 سنة. هو من ضمن الشهداء الذين توفيوا البارحة. نعم، شكرا. نعم، فيما يخص الاجواء زميلي بسا، جو من الحزن قسنطينة ربما. كيف هي الأجواء في قسنطينة؟ نعم زميلي بسا، بعد ترحم على الشهداء الابرار اللي راحوا البارح في اثر سقوط الطائره المروحيه في رجان. نعم هناك شهيد من مدينه قسنطينه، هو الملازم الاول في الجيش الشعبي الوطني.